هذا رجل أيها الأحبة غسلته بنفسي في مغسلة الأموات بحي الصفا بجامع الثنيان، وأتي إلينا برجل سوداني. هذا الرجل يعمل في شركة وخرج من الشركة في نهاية الدوام وحصل له حادث ومات ذلكم الرجل، ثم جاءوا به إلى المغسلة، فدخلت على ذلكم الرجل السوداني ومعي 2 من الشباب، وبدأنا أيها الأحبة بدأنا نغسل هذا الرجل. أتيت فنظرت إليه، رجل ملتحي ورجل قد تلطخ بالدماء والتراب وعليه بعض الزجاج من الحادث، فبدأنا نظفنا التراب والدم والزجاج ووضعنا عليه الساتر وخلعنا عنه ملابسه.